ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من قناه بنات. قبل ما ابتدي معاكي الفيديو، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. احنا في ميدان العتبه، الفرشه دي قدام محل اسمه الاندلس وقدام المسرح القومي. شنط بصراحه يا بنات خامتها حلوه قوي قوي قوي، بصراحه خامتها نظيفه جدا جدا. اي شنطه فيهم ب65 جنيه. تمام. التوكه دي ممكن تشيليها، لان شكلها هيبوخ الشنطه شويه بصراحه. بصي، هتلاقيني حتى بشيلها لك ان انت حتى تشوفي شكلها من غيرها. شكلها حلوه جدا وخامتها نظيفه قوي، مش الخامه اللي بتقشر. اي واحده فيهم ب65. بصراحه انا افتكرت ان هي ب75، بس بعد كده قال لي لا، اي شنطه فيهم ب65. فسعرها حلو جدا جدا جدا. اللي سالتني على الشنط اهو، بس شنطه زي كده حاجه فظيعه بصراحه ب65 جنيه. وموديلات كتيرة بقى والوان كتيرة، وفي اللي هي الكروس وحاجات كتيرة جدا. الشنط دي ليها ايد كروس. تمام، انا هسيب لكم الرقم التليفون بتاعه تحت عشان لو عايزين تتواصلوا معاه. هو موجود في ميدان العتبة قدام المسرح القومي، بس مش على نفس الصف بتاع المسرح القومي، لا هو على الصف التاني. تمام. بصوا، حاجات بصراحة فظيعة جدا. لو رحت جبتها من المحل يعني اقل حاجة هيقولك 120 150 الشنطة دي. يعني حتى لو رحتي محلات مثلا زي 3 ام، الحاجات اللي هي اللطيفه دي اللي في الاسعار اللي في متناول الجميع، هيقولك مش اقل من 130 150 جنيه. لا، تقدري تجيبي شنطتين بالسعر ده. هو عنده الشنطه وخاماتها حلوه جدا. انا الخامات حتى انا مسكتها، الخامات يا بنات نظيفه جدا، لان انا يعني انا اللي شايفه الحاجه وماسكاها وكل حاجه. الكاميرا ممكن ما بتكونش بتوصل لكم الحاجه حلوه قد ايه. بصراحه انا ان البنات الحلوه اللي عندي، المتابعه اللي عندي، عارفين ان انا صريحه جدا. اي حاجه حتى لو مش، لو بصورها وعند الراجل ومش حلوه بقولك مش حلوه، لا دي فيها ديفو، خدي بالك من الحاجه دي. لا، الخامات حلوه جدا، مناسبه للسعر جدا جدا، ويمكن احلى من السعر كمان. الخامه احسن من السعر. بصي، دي وشين يعني، دي وجهين ممكن تلبسيها الناحيه دي والناحيه دي. بصي، هو الراجل بصراحه كان متعاون جدا وفتحها لي. بصي، ممكن تلبسيها كده، والناحيه التانية برضو الناحيه التانية شكل مختلف عن الشكل التاني. دي شكل لاكوست طبعا، لو كوبي تمام يعني. حاجة كده. ودي تحس ان القفلة بتاعتها زي بتاعة المدرسة بتاعت زمان. دي برضو كانت شكلها لطيف قوي. الايد بتاعتها هي موجودة. انا بقى عمالة مد ايدي بصراحة، عايزة اطلع لكم حاجات من تحت حلوة قوي يعني. بصراحة الالوان جميلة، بس انا مش بحب الشنط دي. انا بحب الشنط اللي هي العادية خالص، اللي هي زي اللي انا مسكتها في اول الفيديو. دول بصراحة بقيت اجيب منهم الفترة دي، عشان خاطر لما بروح الوكالة ببقى عايزة شنطة كروس احط مثلا فيها المية، الموبايل، الحاجات اللي هي الباور بانك، الحاجات البسيطة جدا. لكن دول انا بالنسبة لي ما بيبقوش عمليين معايا، مش بحبهم بصراحة. دي بناتي كان شكلها حلو قوي. دي برضو خامتها كانت لطيفة جدا جدا. دي شكلها كان حلو قوي، الاحمر دي. بصوا دي برضو، اي واحده فيهم ب65 جنيه يا بنات. والله يا بلاش يعني، اسعار حلوه جدا. وعايزه واحده اموره لطيفه لذيذه تدخل تقولي بسبب ان انتي صورتي هناك الاسعار غليت. تمام، يعني شنطه ب65 جنيه. معرفش بقى حضرتك بتجيبي الشنطه ب20 جنيه ولا ايه بالظبط، فلا الشنطه عنده ب65 جنيه. تمام. انا بقى بحب الشنط اللي هي تحس ان هي كلاسيك الهاديه، يعني شكلها الشيك، الحاجات اللي هي الراقيه دي. انا بحب الشنط دي. لكن الكروس وكده ماليش فيه قوي. في بعض الشنط عندي كروس بس مش دايما. دي برضو كانت هافان، لونها حلو قوي، كان عاجبني جدا. او ما شاء الله كان عليه زحمة جامدة جدا وناس كتيرة. دي برضو كانت حلوة، بس انا ما فضلش اللون ده، لان اللون ده لونه بيغير بسرعة جدا. وعن تجربة، اللون الالوان الفاتحة دي مش لطيفة خالص. دي برضو كان شكلها حلو قوي. الهافان دي كان شكلها رائع بصراحة. ال- الهافان من الالوان المهمه جدا جدا، لازم تبقى عندك عشان خاطر بيتلبس على اي حاجه. والكحل دي برضو كانت حلوه قوي. بالنسبه بقى للشنط اللي هي الالوان الفاتحه قوي دي، بصراحه معايا انا مش عمليه بصراحه، عشان كده ما بحبهاش. بحب الالوان الغامقه. ودي برضو الاسود دي كانت حلوه قوي. بصوا يا بنات، دي كان في منها تقريبا التايجر الناحيه التانية. عارفين لو شيلوا كلمة زارا وكلمة باريس دي والحاجات دي هتبقى احلى، لان باينة قوي ان هي كوبي. فلو شالوا الاسم ده هتبقى شكلها الطف. يعني يحطوا اي ستيكر كده او اي حاجة مختلفة. انا بوريكم برضو المكان ان هو فين يا بنات. تمام، عشان في ناس كتيرة جدا 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 عارفة العتبة. انا بالنسبة لي بصراحة ما اعرفش العتبة كويس قوي.
دي كانت ب35 جنيه يا بنات. تمام. دي كانت ب35 جنيه، كبيرة جدا وقماش وخامتها فظيعة. بس المشكلة انا لما بنزل اصور بصراحة ما بحبش ارخم نفسي واشتري حاجة. يعني ممكن لو انا كنت عديت عليه وانا مروحة كنت هاخد منه اكيد، ده اكيد يعني. لكن وانا رايحة اصور ما بحبش اشتري حاجة، عشان ما بحبش امسك حاجة في ايدي بصراحة. ببقى عايزة الموبايل بالباور بانك وامشي وبس. دي بقى اللي هي اللي بتتشال في الظهر دي، للبنات مثلا الصغيرة. عندك درس او اي حاجة، دي حلوة جدا للمدرسة للدرس. برضو ممكن تبقى عملية لو انت معاكي طفل لسه صغير قوي، دي برضو عملية معاكي حلوة جدا. ممكن انا دي اشتريها، بس مش بالنسبة لي برضو مش عملية، ما احبهاش. دي كانت عجباني جدا الوانها بصراحة، وخامتها حلوة قوي، كانت ب35 جنيه. انا كنت عماله اصور واقول لكم 75 و75، هو سمعني قال لي ب65. يعني راجل محترم جدا وامين جدا. بصوا الشنطه دي كانت حلوه جدا، راجل امين قال لي لا ب65. فده اللي خلاني اكتم الصوت، وانا لما جيت البيت سجلته علشان خاطر هو كان قايل لي ان هي ب65 وانا قلت 75، نسيت السعر خالص. فهو بصراحه يشكر جدا، سمعني بقول 75 قال لي لا ب65 جنيه. هو راجل محترم جدا جدا جدا. كان عمال يقول لي على اسامي الشنط دي، على اسامي ولاده ربنا يخليهم له، فانا مش متذكره بصراحه. بس دي حاجه فظيعه، دي حلوه قوي. شنطه بصراحه خامتها نظيفه جدا. وعلى فكره يا بنات، ممكن تكوني بتجيبي من براند اي شنطه والله العظيم بتقشر. والله العظيم، والله العظيم كمان مره الحاجه بتقشر ما بتبقاش حلوه. مش شرط عشان خاطر انا جايباها من على العتبه او من الوكاله مثلا الحاجه بتبقى مش لطيفه. لا معلش، يعني انا بنزل وبروح وباجي وبجيب من كل حته. بجيب من، يعني بصوا انا جبت من اماكن الشنطه فيها عدت الرقم، والله العظيم والله العظيم. يا دوبك العيد عدى لقيت من تحت اللي اتقشرت، بس طبعا عدى عليها ال 14 يوم اللي هو اللي انت تقدري تروحي تبدلي او ترجعي. فاستعوضت ربنا فيها. ففي حاجات انا جبتها من الاماكن دي والله العظيم عاشت معايا، يعني قاعده معايا لحد دلوقتي. وكانت مش عايزه اقول لكم السعر بتاعها بكام. اسعار فظيعه جدا، اسعار قليله قوي. هو ما شاء الله فرشة كبيرة جدا. وعلى فكرة الشارع ده فيه حاجات كتيرة جدا جدا، انا مصوره لكم من عند كذا حد. في الشارع ده، الشارع ده بصراحة مليان. عايزة تنزلي تجيبي الشوز او بوت او شنطة يا بنات، انزلوا العتبة. افضل مكان تقدروا تنزلوا تجيبوا منه الحاجة العتبة. تجيبوا منه الشنط والشوزات. اسعار فظيعه. انا عندي على القناه مصوره عند حد الشوز عنده ب25 جنيه. في بوتات، البوت كان مثلا اغلى حاجه خالص كان ب175، وهو ده كان اغلى واحد عنده، كانت حاجات روعه جدا. هنزل لكم الفيديو قريب، كان عنده زحمه جامده قوي، ناس كان معظمها بنات ومدامات، يعني ستات كبار شويه حوالي 30 40 سنه. ما شاء الله كانوا عليه ايه يعني بصراحه. هيخلصوا الفرش. انا مش ما كنتش عارفه اصور بسبب الزحمة اللي عليه. فالعتبة شارع مليان، وشارع بصراحة فظيع، حلو قوي. بص بحاول اشوف ايه الشنط المستخبية اللي انا ما صورتهاش. دي كانت حلوة جدا. طبعا جوتشي دي متقلدة كتير، يعني كلمة جوتشي دي موجودة في شنط كتيرة قوي، يعني هتلاقوها على شنط كتيرة جدا جدا جدا. وفي دي برضو ممكن الشنط الفاتحة دي تجيبيها للخروجات اللي هي، يعني انا بحس ان الشنطه الفاتحه دي ببقى عايزه امشي بالجراب بتاعها. في شنط بتيجي تشتريها بتلاقي الجراب بتاعها جوه ببقى عايزه امشي بالجراب بتاعها احطه من بره كده عشان بس ما لونها ما يغيرش. وبصراحه بخاف انضفها بالميه، انا ما اعرفش ليها سبراي ولا لا بصراحه. لو حد عنده المعلومه دي يقول لي. لو الشنط الفاتحه ليها سبراي يا ريت. دي ممكن تبقى مناسبه، يعني مثلا لماما او حاجه، دي حلوه جدا تبقى نازله بالليل رايحه اي مناسبه ولا حاجه، دي حلوه جدا ليها. الهافون دي برضو كانت حلوه قوي، وريتها لكم الناحيه التانية. وبص يا بناتي التقفيله بتاعتها حلوه، يعني التقفيل للشغل مش مش يعني مش اهمال في مقفل اي حاجه، لا. الناس مقفله شغلها صح، عندها ضمير جدا جدا في الشغل بتاعها. طبعا اللون ده وحش جدا، انا بالنسبه لي ما احبوش، مع اني لبسته فتره من الفترات، بس اللون وحش جدا. فساعات احنا بنغلط غلطات كده عادي، يعني بنحس ساعتها ان لا ده احلى لون موجود. ودي برضو كانت لطيفه قوي. بصراحة الراجل عنده حاجات حلوة قوي قوي قوي. انا لو رحت العتبة هحاول اعدي عليه اخر واحد، بحيث ان انا
اقدر اخد منه بصراحة حاجاته ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا. ودي كانت، انتوا شايفين انا مش هتكلم عليها، شايفينها ما شاء الله حلوة قوي. تمام يا بنات، اتمنى بقى كده الفيديو خلص، اتمنى يكون